يستعد شباب الثورة في اليمن إلى الخروج في تظاهرات حاشدة اليوم تحت شعار جمعة ثورتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها، فيما دعا حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أنصاره إلى مسيرات مليونية أيضا في الجمعة التي أسماها جمعة ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وتأتي هذه التظاهرات عقب يوم من سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى في صنعاء، وذلك بعد خروج آلاف المتظاهرين ضد توقيع المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن. من جانبه دان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاعتداءات على المتظاهرين، وطالب الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبيها ومحاسبتهم. وينضم إلينا في الاستوديو الناطق باسم التجمع اليمني للتغيير في روسيا السيد عبد الباري باكر. أهلا ومرحبا بك سيد باكر. برأيك المبادرة اليمنية كفيلة بإنهاء الأزمة في البلاد؟ ولماذا؟ حقيقة بداية نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى لهم الرحمة ولجرحانا الشفاء العاجل. المبادرة الخليجية هي ربما تعالج أزمة بما سموها أزمة سياسية في وضع طبيعي، ولكن نحن الآن لسنا في حالة أزمة ولسنا في أوضاع طبيعية. نحن الآن في خضم ثورة شبابية شعبية عارمة شاملة في كل اليمن، تتسع لأكثر من 30 ساحة يومية في أكثر من 18 محافظة على مستوى الجمهورية. إذن فلا توجد في البلد أزمة بمعنى الأزمة المحجم البسيط، وإنما هناك ثورة شعبية ترفض هذا النظام وترفض هذه المبادرة لما أعطته من ضمانات وحصانة لأولئك القتلة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشباب بدماء الشعب اليمني، وتلطخت سمعتهم بالفساد ونهب أموال الدولة ومحاولة إسقاط مؤسسات الدولة في الفساد والصفقات المشبوهة التي مارسها النظام. إذن يعني المبادرة الخليجية لا تنهي المشكلة في اليمن. ما المطلوب لإنهاء هذه المشكلة؟ المطلوب لإنهاء هي لا توجد مشكلة. هناك في اليمن منظومة فاسدة حكمت البلد لعقود من الزمن. نحن لا توجد لدينا مشكلة مع شخص علي عبد الله صالح، توجد لدينا مشكلة مع المنظومة التي كونها علي عبد الله صالح بصفته هو رأس هذه المنظومة. إذن الواجب والأمر الطبيعي في كل العالم أن هناك من أساء ومن قتل ومن ظلم ومن اعتدى على حقوق الناس أن يرحل وأن يترك الناس يعيشوا بسلام. هذا هو المطلوب. المبادرة الخارجية تؤدي إلى رحيله مع أقل قدر ممكن من الدماء، مع حقن الكثير من الدماء إذا أردت. وهذه المبادرة تم توقيعها من المعارضة ومن السلطة، والرئيس اليمني ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقول بأنه قد لا يعود إلى اليمن. على كل حال إذا كانت هذه المبادرة لا تعجبكم ولا تريدونها، فماذا تريدون؟ نريد أن يرحل النظام بكافة أتباعه. هذا هو مطلب الشباب جميعا. لا يمكن أن يحكم من تلطخ. هذه كلمة فضفاضة، يعني ما المقصود؟ يعني كم شخص مثلا؟ مليون شخص؟ 1000 شخص؟ النظام يتكون من عدد كبير من الأشخاص. النظام يتكون من أسرة، نظام أسري، نظام عائلي يتكون من أسرة ومن مجموعة من الملتفين حول هذه الأسرة من الفاسدين. هؤلاء الناس هم لا زالوا والآن يتصدرون المشهد. وما حصل البارحة هو إثبات للعالم أجمع بأن هذا النظام كتب هذه المبادرة بدماء اليمنيين، بأن النظام ماش وماض في قتل اليمنيين. 5 شهداء البارحة و34 جريح، بما يزيد عدد الشهداء إلى أكثر من 1063 شهيد لحد الآن من انطلاق هذه الثورة، إضافة ل 700 شهيد من الثورة السلمية في الحراك الجنوبي. هؤلاء الشهداء كلهم سقطوا وكتبت هذه المبادرة. ولذلك تقول العرب: من أمن العقوبة أساء الأدب. لذلك هم أمنوا العقوبة ولذلك لا زالوا يوغلون. يريد النظام أن يوصل رسالة إلى شباب الثورة بأنني لم أغير جلدي وأنا مثل ما أنا في عهدي السابق، لم يتغير شيء على أرض الواقع. إذا افترضنا أن جزء من المعارضة الذي وقع على هذه المبادرة موافق عليها وشباب الثورة في الساحات يرفضون، هل هذا يؤشر إلى انقسام حقيقي في داخل صفوف المعارضة؟ وكيف يعالج هذا الأمر؟ إن كان هنالك من مكسب كسبه النظام فهو اللعب على هذه الورقة، بل أن هنالك البارحة هنالك من زج بهم في الميادين حتى يتهجموا بألفاظ قبيحة يعني لا تتناسب مع الخلق الثوري ومع أخلاق الثوار ضد المعارضة. نحن نرفض هذه المعارضة ونرفض هذه المبادرة ونقول للمعارضة: شكر الله سعيكم إلى هنا وكفى. أنتم أديتم دوركم السياسي مثل ما تقولوا، فاتركوا الشباب وشأنهم. اتركوا الشباب يمضون إلى تحقيق الغاية العظمى، وهي إسقاط هذا النظام وتكوين دولة مدنية ديمقراطية حديثة
تتبنى العدالة الاجتماعية للجميع، لا يوجد فيها من اتهم بسفك الدماء أو أولئك الذين أفسدوا في هذه البلد. يعني بصراحة شديدة أنا الحقيقة سيد عبد الباري لدي هيك تساؤلات صغيرة. عندما تقول نحن الشباب، تعبيرات فضفاضة، تعبيرات غير محددة، هناك معارضة منضوية تحت لواء أحزاب معينة تاريخية موجودة في اليمن وقعت على مبادرة، نحن نرفض المبادرة. طب إذا كانت هذه المبادرة تؤدي إلى انتخابات، الانتخابات تحدد أحجام الأطراف، دع الناس تنتخب، دع الناس تقول من يمثلها، ومن ثم تسير البلد نحو الأفضل ونحو الأحسن. أما هذه الطريقة في رفض كل شيء، هذه طريقة اسمح لي أن أقول بأنها عدمية، أليس كذلك؟ ليست المسألة مسألة رفض كل شيء. نحن هناك مسألة معينة أخي، إن كانت المعارضة لا زالت تتعامل مع الشعب بالعقلية القديمة التي يتعامل بها النظام بأنه سنعمل هذه العقلية انتهت. الآن الشعب يقول كلمته، الشعب هو ما يريد وهو من يختار. الشعب هو عمل الثورة لكي ينتقل بالبلد مما هي عليه من منظومتها سواء كانت بأطرافها المختلفة إلى منظومة جديدة وإلى كيان جديد حتى يرتقي هؤلاء الشباب وحتى تبقى. يا أخي هذا النظام لا يوجد له عهد وميثاق منذ سنوات. في وثيقة العهد والاتفاق وقع الرئيس علي عبد الله صالح وثيقة العهد والاتفاق في 94 وأقسم الأيمان المغلظة وسماها العهد والاتفاق والوثيقة الوطنية الأولى، ثم ما لبث بعد أيام معدودة، يومين أو 3 أيام، أن انقلب على هذه الوثيقة وسماها بوثيقة الغدر والخيانة وأعلن الحرب الشاملة على خصمه السياسي في ذاك الوقت على لسان البيض، وكانت النتيجة كذلك. الرئيس هناك مقولة أن في اليمن يقول لا يجرب المجرب إلا من عقله مخرب، ويقول أينشتاين أنه المجنون الذي لا يملك العقل هو الذي يكرر نفس العمل وينتظر نتائج مختلفة. يا أخي لن تكون هنالك نتيجة مختلفة من هذا النظام، النتيجة هي واحدة، استمراره في البطش والقصف. إذا كان الرئيس هو رحل لكي يتعالج بغير رجعة بإذن الله إلى أمريكا، فهناك أولاده لا زالوا يحكموا، وهناك من يحكم في اليمن باسمه. لم يتغير شيء على أرض الواقع. لم نرى للأسف الشديد النائب لم يطلع إلى الآن لكي يدين القتل الذي حصل البارحة، وكذلك لم نرى أحزاب المعارضة تعقد مؤتمرا صحفيا لتوضح الرؤية، ما هو القادم وعلى ماذا وقعوا وما هو المطلوب منهم وماذا ممكن أن نعمل نحن. يعني الرئيس اليمني يبدو أنه الوحيد الذي أصدر بيانا دان ما حصل وإلى آخره. على كل حال شكرا جزيلا لك، كنت معنا هنا في الاستوديو رئيس حركة شباب اليمن من أجل التغيير هنا في روسيا الاتحادية السيد عبد الباري باكر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.